بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لايك وشير ونشترك في القناة عشان يوصلكم كل جديد، ونصلي على النبي عشان كلنا ناخد ثواب وفضل، وليس امرا نشترك في القناة بعد اذن حضراتكم. طبعا يا جماعة يعني نادي الزمالك يواجه بيراميدز الليلة الساعة 8 مساء ان شاء الله. تمام. انا بقول لك توقعي الشخصي من قبل المباراة ما تبدأ. احنا دلوقتي الساعة 4، يعني قبل المباراة ب4 ساعات تقريبا. نادي الزمالك توقعي الشخصي المباراة هتنتهي يعني 2-1 أو 3-1 لنادي الزمالك. تمام. ليه بتوقع كده أو ليه يعني بقول النتيجة دي؟ يعني نادي الزمالك يا جماعة، أو يعني نداء لجماهير الزمالك، ما تقلقوش، المباراة معاكم، المباراة في جيبكم، المباراة بتاعتكم. تمام. عشان محدش يمسكها، عشان محدش يمسكها ويقول لك بص بيقول ايه. بس لا، انا ما عنديش الكلام ده، ما عنديش نظريه بقى المؤامره والكلام ده وحد وبيساند والكلام ده، لا ما عنديش الكلام ده. ولكن هو الموضوع نفسه ببساطه، الموضوع ليس تحكيم، ليس بالتحكيم، ليس يعني ان مثلا الاتحاد عايز الزمالك ياخد البطوله او الزمالك يكسب بيراميدز او الكلام ده، او موضوع التفويض ده برضو مش عندي. موضوع التفويض ده مش عندي اطلاقا، ما عنديش حاجه اسمها فريق بيفوت، ما عنديش حاجه اسمها لاعب بيفوت، ما فيش الكلام ده يا جماعه، ما فيش الكلام ده. ولكن هو الموضوع نفسي، نفسي بيراميدز بقى زبون عند الزمالك، هو زبون الزمالك بيراميدز. محدش يزعل من كلامي مع احترامي، بيراميدز بقى هو زبون الزمالك. نادي الزمالك عايز 3 نقط، عايز يكسب، تعالى يا بيراميدز خد القلم ده، يلا روح شوف بقى انت رايح فين. حرفيا والله. هاتوا يا جماعه معلش، هاتوا يعني نتائج المواجهات المباشره، هتلاقي تفوق كاسح لنادي الزمالك. مع العلم ان بيراميدز بيبقى معاه لعيبه او معاه اسكواد، مع احترامي لنادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك، بيبقى معلش يفصل 2 3 من سكواد نادي الزمالك. ليس تقليلا من نادي الزمالك والله، ومش بغلط في الزمالك ولا لعيبه الزمالك ولا جماهير الزمالك، لا طبعا. انا بكون التقدير والاحترام لاي حد بذكر اسمه، واي نادي بذكر اسمه، واي شخص بذكر اسمه. ولكن هو الموضوع مع بيراميدز بقى نفسي، خلاص الموضوع بقى نفسي. هو في الوقت الحالي بيراميدز زبون عند الزمالك، ده باختصار يا جماعه، ده باختصار. حتى في الوقت الحالي، حتى في الوقت الحالي، وهقابلكم بعد المباراه هقول لكم الكلام ده. نادي الزمالك فايز المباراه من قبل ما يلعبها. يعني شوف نادي الزمالك عنده كام نقطة؟ عنده 46. الزمالك النهارده بعد المباراة 49 نقطة، أو قبل المباراة 49 نقطة. فهو الموضوع نفسي، الموضوع نفسي بقى مع اللعيبة، مع لعيبة بيراميدز. مفيش الأداء اللي بنشوفه مع باقي الفرق أو مع